تخيل لو في يوم صحيت ولقيت نفسك بتشوف حاجات مفيش اي حد تاني شايفها. بتشوف ناس ميتة وبتمشي تتكلم حواليك عادي جدا، بس المشكلة الحقيقية مش بس في الرعب اللي حواليك، المشكلة في الشك اللي هياكل عقلك كل ثانية. هو ايه اللي انا بشوفه ده حقيقي فعلا، ولا انا مريض وبتهيألي كل الحاجات دي؟ هل الناس دي موجودة وسطنا بجد، ولا انا اللي خلاص بدأت افقد عقلي؟ والمشكلة الاكبر انك مش هتقدر تنطق، لان لو حكيت لاي حد اول حاجة هيعملوها انهم هيتهموك بالجنون. فيلم بقى النهارده بياخدنا جوه الكابوس ده، قصة طفل واقف على الخط الفاصل بين الحقيقة والمرض، ودكتور نفسي بيحاول ينقذه من غير ما يعرف هما الاتنين رايحين فين. انا بتكلم عن واحد من اشهر افلام الرعب والغموض النفسي، فيلم ذا سيكس سنس. وبوعدك ان الفيلم ده فيه بلوت تويست عمره ما يخطر على بالك، وهيخليك تعيد حساباتك في كل لقطة شفتها من بداية الفيديو. بنبدأ مع زوجين قاعدين بيحتفلوا قدامهم شهادة تقدير. الزوجة بتقول له انا هقرا ليك الشهادة التقدير ديت عشان انا بجد مبسوطة جدا، وبيكون مكتوب جوه الشهادة انها تكريم من المحافظ للدكتور مالكوم على جهده وانه بيساعد الاطفال اللي عندهم اضطراب، لانه اشطر دكتور نفسي للاطفال موجود في المدينه، وان احنا بنعتبره واحد من ابناء المدينه دي. بعدين بقى بتكمل كلامها بتقول له بجد انا مبسوطه جدا ان كل جهدك وتعبك اللي فات ده ما راحش على الفاضي، وانك ازاي كنت بتدرس وساعدت اطفال كتير جدا انهم يتخطوا المشاكل بتاعتهم ويرجعوا يعيشوا تاني ويتعاملوا مع الناس طبيعي جدا. بعدين بقى هو بياخدها عشان يكملوا الاحتفال بتاعهم في الاوضه اللي فوق، بس اول ما بيخشوا الاوضه بيلاقوا ان الازاز بتاع الشباك مكسور، وهي بتلمح خيال او ظل حد في الحمام بتاع الاوضه. فبتتخض جدا وهو يبص بيلاقي ان في واحد جوه الحمام مش لابس اي حاجه من هدومه غير الشورت بس، واقف بيرتعش جوه الحمام. فالدكتور بيقرب عليه وبيقول له انت اقتحمت ملكيه خاصه وكسرت ازاز، وانت هنا بتفتش في الحمام على حاجه مش هتلاقيها. انا بوعدك ان هنا في البيت عندي مفيش اي نوع من انواع المخدرات ولا المهدئات. فالولد بيزعق وبيوجه بقى كلامه لمرات الدكتور، بيقول لها انت عارفه ليه انت كل يوم بتبقي لوحدك بتبقي خايفه؟ انا عارف الاحساس ده وعارف انت ليه بتبقي خايفه، عشان جوزك وعدني وعد وما نفذوش لحد دلوقتي. فالدكتور بيبص وبيقول له وانا اعرفك، احنا اتعاملنا مع بعض قبل كده؟ فبيقول له انت حتى كمان مش بتفتكر المرضى بتوعك يا دكتور؟ فالواد ده بيبدا يفكره بيقول له العياده بتاعتك اللي في نص المدينه، وانا اللي كنت باجي لك وانت قعدت تقول لي اللي انا فيه دوت هيتحل قريب، وقلت لي انك حاسس بس بالاضطراب اللي جواك دوت عشان طلاق امك وابوك، بس كلها فتره وهتبقى كويس. وقعدت اقول لك ان الناس بتقول عليا ان انا غريب الاطوار، وانت قلت ان كل ده هيروح. وقعدت اقول لك كمان ان انا مش قادر اتعامل مع الناس، مش عارف اتعامل مع اي حد خالص، وقلت لي ان كل ده طبيعي وبيحصل بس عشان الفتره اللي انت بتعدي فيها بتاعه طلاق امك وابوك. انت ضحكت عليا، كل ده كنت بتضحك عليا. فالدكتور بيحاول يهدي الموقف وبيبدا يفتكر اسامي، بيقول له انت بن صح؟ والواد بيتعصب اكتر بيقول له انت وعدتني من 10 سنين، بقالي 10 سنين مستني الوعد ده يتعمل ومفيش حاجه اتغيرت. وعلى فكره هنا الانسان ممكن يستحمل وجع كبير جدا، لكن الحاجه فعلا اللي بتفضل عايشه جواه سنين طويله هي الامل اللي حد زرعه فيه وما اتحققش. فساعات الوعد اللي ما اتنفذش بيوجع اكتر من الحقيقه الوحشه، لانه بيكمل وبيقول له طول 10 سنين دي الناس بتقول عليا ان انا غريب الاطوار وان انا مجنون وان انا شخص انطوائي، كل ده بسببك انت. فالدكتور بيكمل يقعد يذكر له اسماء لاطفال كان بيعالجهم زمان ولا واحد فيهم بيطلع هو، وده بيعصب الواد اكتر واكتر. وبيقول له طيب الوعد اللي انت وعدته لي يا دكتور، انت خيبت املي. والدكتور بيفكر بيقول له انت فينسنت صح؟ طب اهدى وانا هساعدك، هنحل المشكله دي وهنبدا مع بعض من اول وجديد ونتكلم من اول وجديد. فجاه فينسنت دوت بيلف وشه وبيطلع مسدس بيضرب الدكتور بالنار، وبعدين بيحط المسدس على راسه بيضرب نفسه وكمان. فمرات الدكتور بتجري عليه بسرعه بتفضل تصرخ وهو بيطلع قدامها في الروح. بعد كده بقى المشهد بينتقل لسنه من الاحداث اللي حصلت ديت، وبنشوف ان الدكتور بقى كويس وقاعد ماسك مذكرات في ايده وبيراقب بيت معين. بيخرج من البيت ده طفل صغير، واول ما الدكتور بيشوف الطفل ده بيقلب في الصفحات لحد ما بيلاقي ملاحظات مكتوبه عنه، وان هو عنده 9 سنين وانه بيعاني من اضطراب محتمل وممكن يكون بسبب ان امه وابوه اتطلقوا مؤخرا، وان هو داخل في حاله اكتئاب كمان. الولد ده بقى بيفضل يمشي في الشوارع والدكتور بيمشي وراه بيراقبه لحد ما بيخش جوه كنيسه. فالدكتور بيدخل وراه كمان بالراحه عشان يشوف هو بيعمل ايه، بيلاقي ان هو مستخبي بين الكراسي اللي في الكنيسه ومطلع لعب عباره عن جنود صغيره وعمال بيلعب بيهم وبيتكلم معاهم كانهم بيتكلموا معاه. فالدكتور بيقرب منه وبيقول له ما تقلقش يا كول، انا الدكتور بتاعك، المفروض كنت اجيلك الصبح بس انا فوتت الميعاد سامحني. بيكمل كلامه معاه بيقول له انت عارف ان الكنايس ايام زمان في اوروبا كانوا الناس بيستخبوا فيها عشان يحسوا بالامان؟ فالولد بيستغرب وبيخرج من تحت الكراسي وبيساله كانوا بيستخبوا من ايه؟ فالدكتور بيرد عليه من الناس الاشرار او الناس اللي ممكن تاذيهم او الناس حتى اللي ممكن تاخدهم وتوديهم السجن. فالدكتور بيلاحظ كمان وبيقول له النضاره بتاعتك ما فيهاش عدسات ليه؟ فبيرد عليه بيقول انا ورثتها من ابويا والعدسات بتوجع عيني فانا شلتها.
فالدكتور بيقول له تمام ده حاجه كويسه. طب والنهارده وانت بتلعب مع الجنود بتوعك كنت بتقول لهم ايه؟ لان انا سمعت ان كنت بتقول لهم كلام غريب مش بالانجليزي. فهو بيرد عليه الولد وبيقول له ما هو في جندي من الجنود دول بيعرف يتكلم لاتيني، فكان بيدعي للرب باللغه اللاتينيه. فالدكتور بيقول له تمام تمام ده حاجه كويسه. فجاه الواد دوت بيساله هو انت دكتور كويس او دكتور طيب؟ فالدكتور بيقعد يفكر كده بيقول له انا كنت دكتور كويس، تعرف ان عمده المدينه كرمني قبل كده واداني شهاده تكريم غاليه جدا. فالولد بقى بيلم شنطته وهو ماشي بيساله هو انا هشوفك تاني هنتقابل تاني؟ فالدكتور بيقول له ايوه لو انت حابب ده فاكيد انت هتشوفني تاني. بعدين الدكتور بقى بيروح البيت بتاعه وبيدخل ينادي على مراته بيقول لها انا جيت انا جيت، بس محدش بيرد عليه. بيدخل جوه البيت وبيلاقي كمان ان كان في اكل محطوط على قد شخص واحد بس، يعني انها ما استنتوش لحد ما يجي وياكلوا سوا. هو بيبص للاكل كده وبيبقى حاسس ان هو زعلان، ولما بيطلع الاوضه بيلاقي انها نايمه. فبينزل البدروم بتاعه وبيجيب القاموس اللاتيني وبيبدا يراجع الكلمات اللي الولد كان قالها في الكنيسه. ولما بيراجعها بيلاقي ان كلام الولد كان صح بالظبط، وان الكلام اللي الولد قاله ده لاتيني فعلا، وترجمته زي ما الواد قالها اللي هو ادعو للرب من اعماق قلبي. بعدين بقى الام بتجهز نفسها وبتحضر فطار عشان ابنها يروح المدرسه. فهو الولد بينزل يقعد على السفره، فالام لاحظت ان الجرافطه بتاعته متوسخه، فبتاخدها منه وبتروح عند الغساله عشان تجيب له واحده نظيفه. حرفيا ما بتكملش دقيقه واحده بترجع بتلاقي ان كل ارفف ودواليب المطبخ مفتوح. فبتتخض وتقول له يا حبيبي هو انت كنت بتدور على حاجه؟ فالولد قاعد مكانه ما اتحركش وبيقول لها انا كنت بدور على كيكه المربى. فالام بتهدى كده، بعدين هو بيسالها بيقول لها ماما هو انت بتفكري في حاجه شاغله دماغك؟ فهي بتقول له اه ان في حاجات كتير شاغله دماغي. فبيقول لها الحاجات دي تخصني انا، حاجات وحشه عني تخصني انا. فهي بتقول له لا 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 يا حبيبي انا ما بفكرش في حاجه وحشه تخصك خالص. بعدين بقى جرس الباب بيرن، فهو الولد بيقول لها ده صاحبي جه اهو يلا عشان رايح المدرسه، وبيجري بسرعه وبياخد معاه قالب شوكولاته. صاحبه ده بقى لما الام بتبص من الشباك بتلاقي ان هو بيحضنه وبيمشوا الاتنين مع بعض. واول ما بيبعدوا عن البيت الولد التاني بيقول له ايه رايك يا غريب الاطوار، مثلت الدور صح او حضنتك كمان اهوت. وبياخد منه قالب الشوكولاته كمقابل اللي هو عمله، ان هو مثل يعني ان هو صاحبه، لان اصلا الواد دوت هتلاقي ان هو وحيد والناس بتقول عليه ان هو غريب الاطوار ومش طبيعي. بعدين الولد بيرجع بالليل من المدرسه، ولما بيخش البيت بيلاقي ان الدكتور قاعد مع مامته. فهي بتقوم وبتسلم عليه وبتقول له ايه عملت ايه النهارده، احكي لي يومك كان عامل ازاي. فهو بيفضل ساكت ما بيردش. فهي بتقول له خلاص انا هحكي لك انا عملت ايه النهارده، انا كسبت اليانصيب وسبت الشغل واشتريت حاجات كتير وجيت وحضرت ليك احلى اكل انت بتحبه. ساعتها بقى الولد بيضحك وبيقول لها وانا كمان النهارده اختاروني ان انا اشوط الكوره وشطها وجبتها جول، وكل المدرسه قعدوا يشيلوني على اكتافهم. طبعا بيبقى باين على وش امه ان هو كذاب، والدكتور اصلا بيبقى قاعد على الكرسي بتاعه عمال يضحك ضحك خفيف. بعدين هي بتقول له خلاص انا هسيبك واروح اعمل الفطير اللي انت بتحبه. فالدكتور بيسلم عليه بيقول له تعالى اقعد. فالولد بيهز دماغه اللي هو لا مش عايز اقعد. فقول له تمام تحب نتكلم النهارده؟ برضه بيهز دماغه اللي هو لا مش عايز نعمل حاجه النهارده. فالدكتور بيقول له ايه رايك نلعب لعبه قراءه الافكار؟ فهو بيتحمس كده وبيهز دماغه. فالدكتور بيقول له اللعبه بكل بساطه ان انا هحاول اقرا افكارك واللي بيدور في دماغك، ولو انا قلت صح انت هتتقدم خطوه، ولو انا فضلت اقول كل حاجه صح انت تفضل تتقدم في الخطوات لحد ما توصل للكرسي اللي جنبي ده وتقعد عليه، وساعتها نتكلم. لو انا قلت غلط واجاباتي كلها كانت غلط فانت تفضل ترجع خطوه لورا لحد ما توصل للباب، وساعتها تمشي وتعمل اللي انت عايزه. فالواد بيهز دماغه بيقول تمام انا موافق. ساعتها بقى الدكتور بيقعد يهز دماغه اكنه يعني بيقرا الافكار، بيقول له انت لما امك وابوك اتطلقوا امك راحت عند الدكتور زي كده وقعدت تتكلم معاه عشان يساعدها، بس هو ما قدرش يساعدها، فانت فاكر ان انا برضه مش هقدر اساعدك زيها. فالولد بيتقدم خطوه لقدام. فالدكتور تاني بيقول له امك ساعتها حكت اسرار الدكتور ده، اسرار محدش يعرفها غير الدكتور، وانت خايف من الاسرار دي. فالولد بيتقدم خطوه تاني لقدام. ساعتها الدكتور بيقول له وانت عندك سر كبير ولحد دلوقتي ما قلتوش لحد وخايف انك تقوله لحد. فساعتها برضه الولد بيتقدم خطوه لقدام. فالدكتور بيبص على ايده وبيلاقي انه لابس ساعه قديمه وكبيره في ايده، فبيقول له ان الساعه ديت ابوك سابها عليك قبل ما يمشي. فساعتها الولد بيرجع خطوه لورا وبيقول له هو اصلا كان ناسيها في الدرج لانها ساعه بايظه. فالدكتور ساعتها بيقول له طيب انت ممكن تكون طالب خجول بس انت في المدرسه شاطر جدا وكله بيحبك. فساعتها الولد بيرجع تاني خطوه لورا وبيقول له كان في يوم المفروض ان الطلب مننا ان احنا نرسم اي رسمه تيجي في دماغنا، وانا رسمت رسمه لراجل حد ضربه بمفك في رقبته، حد غرز مفك جوه رقبته. فالدكتور بيقول له انت شفت المشهد ده في التلفزيون؟ فالولد بيرجع خطوه لورا. ساعتها الاداريين بتوع المدرسه لما شافوا الرسمه دي تعصبوا جدا واتضايقوا وعملوا اجتماع على طول. وامي جت الاجتماع ده وقعدت تعيط، ومن ساعتها ومن ساعه ما شفت امي بتعيط وانا ما كنتش برسم الحاجات دي. فالدكتور بيساله امال بقيت بترسم ايه؟ بيقول بقى بقيت برسم ناس بتضحك، كلاب بتجري، قوس قزح. اظن يعني ان هم مش هيعملوا اجتماع مع اولياء الامور عشان قوس قزح. فالولد بيقول له انا كنت افكر انك شخص لطيف بس مش هتقدر تساعدني، وبيسيبه ويمشي. بعدين الدكتور بيروح مطعم بيلاقي ان مراته قاعده على الترابيزه، فبيجري عليها بيقول لها انا بحسبك رحت المطعم التاني الايطالي بس انا اسف اني اتاخرت عليكي جدا وما كانش قصدي، انا عارف ان انا الفتره دي ما بقيتش مدرك الوقت وبقى الوقت بيضيع مني بس انا اسف بجد، وعارف كمان ان من ساعه الحادثه اللي حصلت لنا من سنه وانت بقيتي متغيره معايا وده حقك.
هي ساعتها ما بتبصلوش ولا بتكلمه اصلا، هو بيقعد على الترابيزه وقاعد بيكلمها ويقول لها انا دلوقتي عندي حاله نفس حاله الواد اللي جالنا البيت، وبرضه مش عارف اساعده ومش قادر افهمه. حتى في خدوش بشوفها على دراعه ومعرفش خدوش دي هو اللي بيجرح نفسه ولا في حد بيتنمر عليه وبيجرحه، ولا ممكن اصلا يكون غلطان هو مجرد ولد عادي بيلعب وبيقع. فانا بجد ما بقتش عارف، وهي برضه قاعده قدامه ولا بتبص له اصلا ولا معبراه، لحد ما بتيجي الجرسونه وبتحط الشيك على الترابيزه، فهي بتنتشه كده بسرعه بتدفع هي وبتقوم وما بتقولوش غير كلمه واحده بس: عيد زواج سعيد، وبتمشي من غير ما تبص له. بعدها تاني يوم بيبقى ماشي هو مع الواد في الشارع، والولد بيقول له انا بمشي في الشارع ده هنا كتير يعني مع صاحبي يعني وكده. فالدكتور بيقول له صاحبك ده اللي هو القريب منك؟ فبيقول له لا هو اصلا بيكرهني. فهو الدكتور بيقول له طب وانت بتكرهه؟ بيقول له لا انا ما بكرهوش. فالدكتور بيقول له طب انت بتحكي لامك عن العلاقه دي بتاعتك انت وصاحبك؟ هي عارفه الكلام ده؟ فهو لا طبعا ما بحكيلهاش على حاجه زي دي خالص. فبيقول له طب ليه ما بتحكيلهاش؟ بيقول له عشان لو حكيت دوت هي هتشوف ان انا غريب الاطوار. فالدكتور بيقول له لا لا اوعى تقول حاجه زي دي، انت مش غريب الاطوار، انت طبيعي بس الناس مش قادره تفهمك، فاوعى تقول على نفسك كده، واي حد هيقول عليك كده يبقى ما بيفهمش وبيفضل يشتم. فهنا الولد بيستغرب بيقول له ايه ده انت شتمت وانت معايا؟ فالدكتور بيقول له معلش سامحني بس انا شايف ان انت مظلوم. بعدين الام بقى بتبقى بتنظف البيت وبتروح تبص في الصور بتاعت ابنها اللي متعلقه على الحيطه، فبتاخد بالها من صوره معينه لابنها بيبقى فيها ضوء ابيض او شادو ابيض جنبه، فبتستغرب. ولما بتبص على بقيه الصور اللي على الحيطه بتلاقي ان كل صوره لابنها موجود جنبه الشادو الابيض او الضوء الابيض ده، فتبقى مستغربه جدا. بعدين بيروح الدكتور يقابل الولد التاني، فالدكتور بيقول له ابوك دلوقتي عايش مع البنت اللي كان مصاحبها. فهو الولد بيقول له انت بتسالني ليه كتير النهارده على ابويا؟ فالدكتور بيقول له ساعات احنا الدكاتره بنعمل حاجات عشان نلفت بال الانتباه. فالدكتور بيقول له هو انت تعرف يعني ايه كتابه الخواطر؟ فالولد بيقول له لا ما اعرفش بصراحه. فالدكتور بيقول له كتابه الخواطر دي يعني انك تمسك قلم وتيجي على ورقه فاضيه وتقعد انت مش بتفكر في اي حاجه خالص، بس بتحط القلم على ورقه وتخلي ايدك تكتب اي حاجه من غير ما انت بتكون بتفكر فيها. في نفس اللحظه دي اللي الدكتور بيتكلم فيها بتبقى الام بتنظف اوضه الولد وبتلاقي ورق كتير مليان كتابات بطريقه عشوائيه. فالدكتور بيكمل كلامه وبيقول يعني ممكن مثلا وانت بتكتب تلاقي انك كتبت افكار كتير وحاجات اصلا ما كانتش في دماغك. وفي نفس الوقت ده الام بتدقق في الورق بتلاقي مكتوب كلام زي اكسر الازاز، اذا حد، اهرب من البيت، وكلام زي ده كتير. بعدين الدكتور بيخلص كلامه بيقول له انت بقى عملت ده قبل كده؟ فهو الولد بيقول له بصراحه انا عملت ده قبل كده وكتبت خواطر زي دي. فالدكتور بيساله طب بتطلع الكلمات عامله ازاي في الاخر؟ فبيقول له بتبقى كلمات مزعجه، كلمات مش كويسه خالص. فالدكتور بيقول له خلاص تمام انا عندي فكره تعالى معايا. بعدين بقى ساعه الدكتور بيروح بيقعد في البدروم بتاعه بيقرا كتاب مكتوب ان الكدمات اللي بتظهر دي ممكن تكون بسبب ان الشخص ده بيأذي نفسه. فساعتها الباب بيقعد يخبط، هو بيندع على مراته بيقول لها مش هتفتح الباب ده؟ فالباب بيفضل يخبط اكتر، هو بيزعق ولا انت مش هتفتح الباب ده؟ لحد ما بتفتح هو بيسمع انها بتتكلم مع شخص واقف على الباب. الراجل بيقول لها انا كنت في الطريق قلت اعدي عليك شويه عامله ايه؟ فبترد عليه بتقول له انا كويسه تمام. فالراجل بيكمل الكلام بيقول لها بصراحه يعني انا ما بقتش اشبع وانا بشوفك في المحل، فقلت اجي ابص عليك في البيت كمان. فبتقول له تمام تمام يعني انت عايز ايه؟ فبيقول انا اشتريت حاجات جديده كنت عايز اوريها لك ايه رايك؟ فبترد عليه بتقول له مش هقدر دلوقتي يعني خليها يوم تاني. فالراجل بيمشي بقى بتخش جوه، فالدكتور بيروح على الشباك بتاع البدروم عشان يبص عليه، بيلاقي ان الراجل متردد جدا وعايز يرجع تاني البيت. فالدكتور بيقعد يقول في سره امشي بقى يمشي يلا من هنا. وفعلا الراجل بيركب عربيته وبيمشي. تاني يوم بقى في المدرسه الاستاذ بيقول للطلبه ان البلد اللي احنا فيها دي بلد قديمه جدا من اقدم المدن اللي موجوده في امريكا، فحد يعرف المبنى اللي احنا فيه ده اللي هو المدرسه كان ايه في الاول؟ فالولد بطلنا كده اكن حد بيسمعه الاجابه فبيرفع ايده والاستاذ بيقول له جاوب. فبيقول له ان المبنى ده كان بيشنقوا فيه الناس ايام زمان وكانت العائلات بتيجي تودع هنا الناس اللي بيتشنقوا وبيموتوا. الاستاذ بيستغرب قوي كده بيقول له لا طبعا مين اللي قال لك الكلام ده؟ الكلام ده مش حقيقي، هنا كانت محكمه قانونيه كان في محامين وقضاه كبار. فهو الولد بيقول له ما هم دول اللي كانوا بيشنقوا الناس هنا ايام زمان. فالاستاذ بيقول له لا 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 اكيد حد قال لك الكلام ده عشان يخوفك بس الكلام ده مش حقيقي، ما تصدقش اي حاجه يتقال لك. بعدين الاستاذ بيبص له بصه كده فالواد بيقول له ما تبصليش البصه دي تمام؟ فالاستاذ بيقول له بصه ايه؟ ما انا ببص البصه دي لاي حد. فهو برضه بيقول له ما تبصليش البصه دي تاني، انت اصلا كنت طالب في المدرسه دي وانت صغير وكانوا العيال بيسموك ستانلي اللي ما بيعرفش يتكلم. فالاستاذ بيستغرب بيقول له مين اللي قال لك الكلام ده؟ فبيرد عليه ستانلي اللي بيعرفش يتكلم، ستانلي اللي بيعرفش يتكلم. فالاستاذ بيقعد يرتعش كده وبيتلعثم في الكلام ومبقاش عارف يتكلم فعلا، وبيقول له وقف عن الكلام ده، بطل تتكلم الكلام دوت. وبرده الولد مستمر في اللي بيقوله ستانلي اللي ما بيعرفش يتكلم، لحد ما الاستاذ يتعصب ويقول له اسكت يا غريب الاطوار. طبعا بيستدعوه لمكتب شؤون الطلبه والدكتور بيجي ويقول له ايه عامل ايه النهارده؟ ايه اللي حصل؟
فهو بقى بيرد عليه بيقول له مش عايز اتكلم في حاجه دلوقتي. فالدكتور بيقول له خلاص نتكلم في اي حاجه تانية. والدكتور بيحاول ان هو يهزر معاه بس الولد مش متقبل اي حاجه، بيسيبه وبيمشي. فالدكتور لما بيروح البيت بتاعه بيلاقي ان مراته مشغله في الصاله شريط الفرح بتاعهم، هما بيرقصوا وكانوا مبسوطين. فبيقعد مبسوط قوي باللي هو بيشوفه ده، لان بعد الحادثه اللي حصلت لهم من سنه هما الاتنين ما بيتكلموش، او هو شايف انها مقاطعاه ومش عايزه تكلمه لانها زعلانه لانه كان بيخبي عليها حاجات كتير. المهم يعني بيطلع الاوضه بتاعتهم بيلاقي انها بتستحمى، بس بيبص كده في الرف بتاع الحمام بيلاقي انها بتاخد حبوب مضاد للاكتئاب، فبيستغرب قوي من ده بس ما بيعملش حاجه وبينزل يروح البدروم بتاعه. ولما بيجي يفتح بيلاقي ان هو مقفول، فبيحط ايده في جيبه عشان يطلع المفتاح. بعدين بقى بيبقى في عيد ميلاد واحد من اللي مع بطلنا في المدرسه، فهو بيروح هو ومامته لعيد ميلاد، بيفضل قاعد مع العيال لحد ما بيسمع صوت جاي من اوضه موجوده فوق، فيبدا يطلع والصوت بيكون بيزعق وبيقول افتح الباب ده، افتح الباب، افتح الباب وانا وعدك ان انا مش هعمل اي حاجه، انا مش عايز اموت الموته دي. فالولد بيطلع سلمه سلمه وهو مرعوب لحد ما اصحابه بياخدوا بالهم منه وبيطلعوا يقولوا بتعمل ايه هنا، في حاجه عايز تشوفها جوه؟ فهو بيقول لهم لا 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 مفيش حاجه انا عايز اشوفها. بيقولوا طب احنا قررنا نلعب لعبه، عايز تلعب معانا؟ فبيقول لهم العب معاكم بس ايه هي اللعبه؟ يقولوا هتبقى عباره عن مسرحيه المسجون في الزنزانه وانت هتكون المسجون. وساعتها بيمسكوه بيرموه جوه البدرون اللي هو كان فوق ده وبيقفلوا عليه الباب وهو بيفضل يقعد يصرخ ويصرخ، بس طبعا ما حدش سمعه لان صوت الاغاني عالي والحفله شغاله في البيت. بس بعد شويه الام بتلاحظ ان ابنها مش موجود وبتدور عليه لحد ما تسمع صوت عالي وعمال بيزعق من فوق، فبتطلع بسرعه تحاول تفتح الباب بس الباب مش راضي يتفتح. تفضل تزعق وتقول حد يساعدني حد يساعدني، وهو في نفس الوقت جوه عمال بيصرخ ومفزوع لحد ما مره واحده الباب بيتفتح لوحده من جوه. فهي بتفتح الباب وبتاخد ابنها وبتحضنه بس هو بيبقى مغمى عليه من الصدمه، فبتجري بسرعه وبيروحوا المستشفى. فالدكتور التاني اللي معاهم في المستشفى بيقول لها ان الحمد لله ان ابنك ما تعرضش لنوبه مرضيه، هو كويس بس هو محتاج بس يرتاح واحنا قلقانين عليه، بس انا خدت بالي ان ابنك عنده جروح كتيره في جسمه. فالدكتور بطلنا بيبقى قاعد في جنب كده وبقى متضايق لما بيسمع الكلام ده. فالدكتور التاني بيقول انا قلقان من حوار الجروح اللي على جسمه دي، ويبص كده بصه مريبه للام. فهي بتقول له انت عايز تتهمني لا لا بضرب ابني وبعذبه؟ انت عايز تقول ان انا ام مش كويسه؟ فبيقول لا 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 انا ما قلتش كده خالص، انا بس معايا هنا موظفه من الشؤون الاجتماعيه هتقعد تتكلم معاك وتسالك شويه اسئله. والولد بقى بيبقى نايم على السرير، بيخش ليه الدكتور بطلنا بيقول له انت عامل ايه دلوقتي؟ تحب احكي لك قصه قبل ما تنام؟ فبيقعد جنبه بيقعد يحكي ليه. فالولد بيقول له انت ما بتعرفش تحكي قصص، لازم تضيف حبكات للقصص بتاعتك وتخليها اكتر واقعيه. الدكتور بيقول له ازاي يعني مثلا ممكن تحكي لي قصه عن سبب حزنك؟ فالدكتور بيبص له كده بيقول له هو باين عليا ان انا حزين؟ طب انت عرفت ازاي؟ فالولد بيقول له عينيك باين عليها. فالدكتور ساعتها بيقول له خلاص انا هحكي لك قصه تانية خالص. ان هو في يوم من الايام كان في دكتور اسمه مالكم كان بيعالج الاطفال وكان شاطر جدا في الشغل ده، فالاطفال كلها كانت بتحبه لحد ما كان بيعالج طفل صغير بس ما عرفش يفهم الطفل ده كان عايز ايه بالظبط. وعدت الايام لحد ما الطفل ده حالته ساءت اكتر واكتر. بعد فتره جه وقال له انت يا دكتور ما عرفتش تساعدني وعمل حاجات مش كويسه. ومن ساعتها الدكتور مالكم ده اتغير خالص وحياته كلها اتغيرت، حتى مراته ما بقتش بتكلمه وما بقتش حياته كويسه لحد ما قابل ولد تاني صغير. والولد ده فكره بالطفل الاولاني جدا وحسسه ان هو بالظبط وحتى عنده نفس المشاكل بتاعتهم. ومن ساعتها وانا خدت وعد على نفسي ان انا هنقذ الطفل ده واحاول اساعده باي طريقه، عشان هو مفكر ان هو لو ساعد الطفل الجديد ده فهو بالنسبه له اكنه ساعد الطفل القديم برضه. طبعا القصه اللي الدكتور بيحكيها دي انه لسه حاسس بالذنب بتاع الولد اللي نهى حياته قدامه، لان اوقات كتير احنا ما بنحاولش نصلح الحاضر، احنا بنحاول نصلح حاجه قديمه حصلت زمان ولسه مش قادرين نسامح نفسنا عليها. فهنا الولد الصغير بيحس ان هو بيرتاح للدكتور وبيفضل يفكر كده ثواني، بعدين بيبص له بيقول له انا هقول لك السر بتاعي دلوقتي. فالدكتور بيقول له تمام قول لي ايه هو السر. فالولد بيفضل يتنفس جامد كده والكاميرا بتفضل تقرب منه وتعمل زوم على وشه لحد ما بيقول اشهر جمله انت ممكن تسمعها في عالم السينما كلها واللي ممكن اصلا تكون عدت عليك وانت ما تعرفش انها من الفيلم ده. وهو بيقول له I see dead people. I see dead people. او انا بشوف ناس ميتين. هنا الدكتور بيساله بسرعه في احلامك ولا في الواقع؟ فالولد بيقول له لا في الواقع. فالدكتور بيرد عليه طب الناس اللي انت بتشوفها ديت في توابيت وقبور؟ فالولد بيقول له لا انا بشوفهم ناس طبيعيين جدا وبيبقوا في كل حته حواليا، وحتى اصلا هم مش بيشوفوا بعض وما يعرفوش كمان ان هم ميتين، بيبقوا بيقنعوا نفسهم ان هم مش ميتين، بيشوفوا بس الحاجات اللي هم عايزين يشوفوها وفاكرين ان هم ناس عاديين وطبيعيين وعايشين اصلا. فالدكتور بيقول له طب انت بتشوفهم امتى؟ فهو بيقول له طول الوقت هم موجودين معايا. وبيكمل كلامه للدكتور بيقول له توعدني انك مش هتقول السر ده لاي حد؟ فالدكتور بيقول له اوعدك طبعا مش هقول السر ده لاي حد تاني. فبيقول له طب تمام ممكن بقى تفضل جنبي لحد ما انام عشان انا خايف قوي. فالدكتور بعد ما بيتاكد ان هو نايم بيسيبه بيخرج وبيطلع المسجل بتاعه ويبدا يسجل ان الطفل ده عنده جنون الارتياب وعنده كمان انفصام بصري او جنون بصري، وان ده ممكن يخليه يخش في حاله انفصام شخصيه، وده ممكن يكون بسبب سن الدراسه اللي هو عايشه، وان هو خايف ان حالته ممكن تسوء اكتر وما يعرفش يتعالج غير في المستشفى.
وهو مش قادر يساعده. بعدين ام الولد ده بتاخده وبتروح البيت وبتطلع تنيمه على السرير، وبقى معاه هدوم اللي كان لابسها في العيد ميلاد، فبتلاقي ان الهدوم فيها تقطيع كبيره. فساعتها بقى بتروح عند ظهر ابنها وبتكشفه، بتلاقي ان ظهره فيه خرابيش كبيره وغويطه، فهي بتنهار وبتقعد تعيط وبتبقاش فاهمه ده من ايه، لان عمر ما حد يقدر يأذي نفسه بالطريقه دي او يمد ايده ورا ظهره ان هو يأذي نفسه بالطريقه دي كلها، دي ايد كبيره. طيب انت لحد دلوقتي ممكن تكون محتار ومش فاهم، هل فعلا الكلام اللي الواد بيقوله ده حقيقي؟ يعني هل هو فعلا بيشوف ناس ميتين حواليه؟ احنا عارفين ان العلم ما بيؤمنش بالكلام ده، والدكتور شايف ان الولد دوت عنده جنون بصري وبيتهيأله اوهام وخيالات، وكل ده بسبب الحاله النفسيه الصعبه وضغوط الدراسه اللي هو بيمر بيها. بس على الناحيه التانيه الام بدات تلاحظ حاجات غريبه جدا بتحصل في حياه ابنها، حاجات حقيقيه وملموسه ومفيش بقى علم قادر يفسرها، زي الضوء الابيض الغريب اللي بيظهر في كل صور ابنها، او رفوف الادراج اللي بتتفتح لوحدها في الاماكن اللي بيكون ابنها موجود فيها، وحتى اخر حاجه لما شافت الخرابيش الغويطه في ظهر ابنها في اماكن مستحيل هو بنفسه يطولها او يعور نفسه فيها. فهل فعلا الواد ده بيشوف الاموات بجد؟ وهل الدكتور هيقدر ان هو يساعده؟ فقبل ما نشوف كل دوت فيا ريت ما تنساش تنزل تعمل لي سبسكرايب ولايك لو الفيديو لحد هنا عجبك، ويلا نكمل. بعدها بنشوف الولد هو رايح الحمام وخايف جدا وبيفتح الباب وبيخش بسرعه، هو واقف في الحمام بيلمح خيال حد معدي من وراه بسرعه، فهو بيدور وراه وبيمشي بالراحه وهو مرعوب وبيتنفس بصعوبه جدا، ونفسه اصلا كله طالع متجمد في الهواء كانه تلج. فبيتحرك بالراحه لحد ما بيوصل المطبخ، بيلمح ست واقفه مديله ظهرها فبيفتكرها امه وبيقول لها ماما. فالست دي بتلف وشها فجاه وبتطلع مش امه، وبتقعد تزعق وتقول له العشاء مش جاهز وانت ما تستحقش تكون زوج، بص انت عملت فيا ايه. فبترفع ايدها كده فبيظهر على ايدها انها كلها جروح وخرابيش اكنها قطعت شرايينها. فالست دي بتفضل تجري ورا الولد وهو بيصرخ وهو بيجري باقصى سرعه عنده، بيخش اوضته وبيقفل عليه الباب، وهو طبعا بيبقى هيموت من الرعب. بعدين بقى بنشوف ان هو مع اصحابه تاني يوم بيعملوا مسرحيه في المدرسه، والدكتور بيبقى حاضر وبيتفرج عليه، وبعد ما بيخلصوا بيمشي معاه وبيتكلموا عن المسرحيه. فالدكتور بيقول له انا كنت بفكر في السر اللي انت قلته لي في المستشفى. فجاه الدكتور بيلاقي الولد واقف ومتجمد في مكانه وبيبص بتركيز كده على حيطه معينه في المدرسه، وهنا احنا بنشوف ان هو بيشوف في الحيطه ديت ناس متعلقين في الحيطه ومشنوقين، تحس ان هو فعلا زي ما كان قال الاستاذ بتاعه قبل كده المدرسه دي كانت محكمه زمان وكانوا بيعذبوا فيها الناس وبيشنقوهم وبيموتوهم. فالولد بيبقى واقف ومرعوب من المنظر اللي هو شايفه. فالدكتور بيقرب منه وبيقول له انت شايفهم دلوقتي؟ هما موجودين؟ اصل انا مش شايف حاجه. فالولد بيرد عليه وبيقول له عارف احساس لما تبقى عايز تجري وتتحرك بس تحس ان حد مجمدك مكانك، حد مكتفك ومخوفك مش مخليك قادر تتحرك، والجو كله بيبقى برد قوي حواليك؟ هو ده بالظبط الاحساس اللي بحسه لما بشوفه. فالدكتور بيرجع يبص تاني على الحيطه هو مش فاهم حاجه وبيقول له بس انا مش شايفهم، انت متاكد ان هم موجودين دلوقتي؟ فهو بيقول له هو بيترجاه كده موجودين، وبالله عليك خليهم ان هم يمشوا ويسيبوني في حالي. فالدكتور بيطمنه وبيقول له خلاص تمام انا هساعدك، تعالى بس يلا نمشي من هنا دلوقتي. بعدها بقى الولد بيبقى قاعد مع امه بياكلوا على الترابيزه، فجاه تساله بتقول له في حاجه انا لقيتها في درجك وحابه بقى نتكلم بصراحه، انا لقيت السلسله بتاعت جدتك موجوده في الدرج بتاعك، ممكن اعرف هي بتعمل ايه هناك؟ فهو بيبص لها ومش عارف يقول ايه، بس بيقول لها ان في اوقات بنبقى مفكرين الحاجات بتختفي بس هي ممكن بتتنقل من مكان لمكان. فهي بتقول له يعني يا حبيبي انت اللي خدت السلسله من الدرج بتاعي وحطيتها في الدرج بتاعك؟ فهو بيهز دماغه بيقول لها لا مش انا. فهي بتعصب بتقول له يعني ايه؟ يعني ازاي ده يحصل؟ يعني حد هيدخل البيت ودخل اوضتي وفتح الخزنه بتاعتي وخد السلسله وحطها في الدرج بتاعك؟ فالولد بيرد عليها هو خايف ومرعوب وبيقول لها ممكن. فهي بتعصب اكتر بتقول له خلاص انت كده خلصت اجلك يلا روح على اوضتك بسرعه. فهو بيروح على اوضته وهو زعلان، بس اول ما بيدخل كده بيتخض لما بيلاقي ولد تاني كده ظهر له في الاوضه عنده جوه، والولد ده بيبقى شبح وبيقول له تعالى ما اوريك ابويا بيخبي المسدس فين. والولد ده اصلا بيبقى دماغه متفجره كده ومفتوحه من ورا كأن حد ضربه بطلقه فيها. فطبعا الولد بيترعب من المنظر ده وبيطلع يجري باقصى سرعه عنده على امه وبيقول لها هو بيرتعش لو انت مش زعلانه مني بجد يعني ارجوكي خليني بس انام معاكي النهارده في الاوضه. فهي بتقول له طب تمام وبتحضنه كده، بس اول ما بتضمه بتلاقي ان الولد متجمد حرفيا وبيرتعش من الخوف. فبتقول له انت مالك يا ابني؟ مالك في ايه؟ فالولد بيقعد يحضنها وبيقعد يعيط، وهي في اللحظه دي بتقعد تعيط هي كمان وحاسه انها خلاص بتخسر ابنها، وابنها مش طبيعي وفي حاجه مرعبه بتحصل له. بعدها بقى بنروح لمرات الدكتور في المحل بتاعها وهي بتبيع خواتم ذهب، فبيجي لها بقى الراجل التاني اللي كان جالها البيت قبل كده وهو اصلا بيبقى شغال معاها في المحل هنا، فهي بتدي له هديه عشان عيد ميلاده، فبتقول له كل سنه طيب، والهديه بتبقى عباره عن كتاب. فالراجل بيفرح قوي بالهديه وبيحضنها كده حضن، بس حضن طويل شويه ومش طبيعي يعني، والموضوع بيبقى كانهم خلاص هيقربوا من بعض اكتر. بس فجاه بيلاقوا ان ازاز المحل بيتكسر وصوت قوي جدا يعني طلع من بره، وفي نفس الوقت دوت وفي الخلفيه بنسمع صوت الدكتور وهو بيتكلم مع الولد وبيقول له انا كل اللي محتاجه بس ان اقدر اتكلم مع مراتي تاني، نفسي اخليها تحس بيا وبوجودي واقدر اصلح كل اللي فات ما بيننا.
وفعلا لما مراته والراجل التاني بيطلعوا بسرعه بره المحل عشان يشوفوا مين اللي كسر الازاز ما بيلاقوش حد والشارع بيبقى فاضي، بس احنا بنشوف ان جوزها ان هو الدكتور هو اللي كسر الازاز وطلع يجري. ساعتها بقى الدكتور بيكمل كلامه مع الولد وبيقول له انا حاسس ان انا مقصر جدا مع عيلتي وحاسس ان انا خلاص بخسر مراتي، عشان كده انا هضطر اسيبك ومش هبقى الدكتور بتاعك وهحولك لدكتور تاني صاحبي هو شاطر جدا. فالولد بيزعل قوي وبيبدا يعيط وبيقول له لا ما تخزنيش، انت كده بتسيبني، انت عايز تستسلم، انت الوحيد اللي حكيت له السر وانت الوحيد اللي ممكن تساعدني. فالدكتور بيقول له صدقني انا مش هقدر اساعدك اكتر من كده خلاص. فالولد بيقول له انت مش مصدقني صح؟ كل ده عشان انت مش مصدقني وحاسس ان انا بكذب. الدكتور ما بقاش عارف ساعتها يرد عليه ويقول له ايه، فبيقول له بص انا لسه مش مقتنع قوي باللي انت بتقوله لي. فالولد بيقول له يبقى فعلا انت هتساعدني ازاي وانت مش مصدقني؟ بس انت الوحيد اللي تقدر تساعدني، انت بالذات ما بين اي دكتور تاني اللي يقدر يساعدني. انت هنا ممكن تبقى مستغرب شويه ليه الواد ده مصمم على الدكتور ده بالذات، يعني ايه اللي هو يعرفه عن الدكتور ده ومخليه مقتنع جدا ان الوحيد اللي يقدر يساعده. صدقني كمان شويه هتعرف اشمعنى الدكتور ده بالذات هو اللي يقدر يساعد الولد الصغير. فبعدين الدكتور بيروح يقعد في البدروم بتاعه ويبدا بقى يفكر في كلام الواد القديم اللي كان ضربه بالمسدس لما كان بيقول له انت ما تعرفش احساس الوحده لما يكون الواحد لوحده طول حياته. فبيروح يجيب الملف القديم بتاعه وبيفتح شريط تسجيل الجلسه اللي كانت ما بينهم وبيبدا بقى بيسمع بتركيز لحد ما بيلاقي الولد ده كان لسه صغير اياميها في التسجيل ده وبيقول له بصوت هادي كده الجو برد قوي هنا يا دكتور، الجو برد قوي. فالدكتور بيستغرب وبيتصدم من الكلام لان الجمله دي بالذات كان سامعها من الولد الصغير اللي هو الجديد. فبيكمل الدكتور بيسمع بقيه الريكورد، في الريكورد هو اللي هو مشغله بيسمع بقى صوته القديم وهو بيستأذن من الولد وبيقول له انا هسيبك بس ثانيه عشان اروح ارد على المكالمه وارجع لك تاني. فالولد بيقول له تمام ماشي. واول ما الدكتور بيمشي وبيسيب الاوضه بيبدا بقى يظهر في الريكورد صوت نفس خفيف وبسيط جدا. فالدكتور بيشك في الصوت فبيروح مبطئ السرعه على اقصى درجه وبيعلي الصوت على الاخر. فجاه بيسمع بوضوح صوت مرعب لشخص تاني بيعيط وبيصرخ وبيترجى حد قدامه بس بلغه لاتينيه. فهنا طبعا الدكتور بيتصدم من اللي بيسمعه وبقى متجمد مكانه لان دي نفس اللغه اللاتينيه اللي الولد الجديد كان لسه قايله عليها لما حكى ان عنده جندي لعبه بيكلمه باللاتيني وبيقول له جمله معناها من الاعماق اصرخ اليك يا الرب. فالدكتور ساعتها يبقى مذهول ومنهار من اللي هو بيسمعه ويبدا بقى يستوعب الحقيقه اللي غابت عنه سنين ان فعلا كلام الواد دوت حقيقي والناس دي موجوده فعلا حوالينا. فالدكتور بيجري بسرعه يروح للكنيسه اللي فيها الولد واول ما بيلاقيه قاعد لوحده الولد بيبص له وبيقول له انت حاسس بتأنيب الضمير لسه؟ حاسس انك مش قادر تساعدني لسه؟ فالدكتور بيهز راسه وبيقعد جنبه وبيقول له انا دلوقتي مستعد اسمعك ومستعد ان انا اجاوبك على كل الاسئله اللي عندك. انا سمعت شريط تسجيل قديم وسمعت صوت حد من الاشباح دي وهو بيطلب المساعده باللغه اللاتينيه اللي انت كلمتنا عنها. تفتكر الاشباح ده عايزين ايه بالظبط او محتاجين ايه منك؟ فالولد بيقعد يفكر كده وبيقول له ممكن محتاجين مساعده، يعني انا حاسس ان هم عايزين مساعده. فالدكتور بيرد عليه بيقول له بالظبط هم اللي كل اللي هم عايزينه حد يسمعهم عشان يقدر يساعدهم، هو ده اللي هم محتاجينه فعلا. فالولد بيقول له طيب افرض ان حد منهم مش كويس او مش عايز مجرد مساعده ممكن ان هو ياذيني. فالدكتور بيقول له لا ما اظنش هم ممكن يعملوا حاجه زي دي، لا انا متاكد ان هم بس محتاجين حد يسمعهم ويشوف مشكلتهم ويساعدهم، وانا متاكد اننا بالطريقه دي هنقدر نساعدك وننهي الكابوس ده. هنا بس انا عايز اخرجك عن الفيلم شويه، يعني بالرغم من الواد ده طول الفيلم حواراته قليله وكلامه قليل بس بجد رياكشنات وشه تعبيرات عينه كانت مرعبه طول الفيلم. انت هنا مش واقف قدام يعني طفل صغير بيأدي دور، انت تحس انك قدام ممثل عملاق عنده 30 ولا 40 سنه واقف ند لند قدام النجم بروس ويلس ومفيش اي حد فيهم بياكل الكاميرا من التاني. فالكيمياء او الكيمستري اللي بين الاثنين دول طول المشاهد بجد حاجه عظمه وفوق الوصف. فانت بتحس فعلا المشاعر او بتحس بين الخوف مثلا من ناحيه الولا اتنقلت للدكتور، في نفس الوقت بتبقى حاسس ان الدكتور عايز يعوض فشله القديم بالولا الجديد ده. فانا شايف ان ده واحد من سبب نجاح الفيلم ده. المهم يعني بالليل بقى الولد دوت بيقوم من النوم مفاجاه على صوت امه وهي عماله بتصرخ وبتتألم كده وهي نايمه، فبيجري عليها بسرعه عشان يشوف مالها، فبيلاقي انها بتحلم بكابوس وبتتحرك في السرير وهي نايمه وجوه حلمها دوت قاعده بتكلم نفسها وبتقول مالك يا ابني مالك في ايه؟ انا هروح اضرب كل الناس اللي بيأذوك دول، هضربهم كلهم بس عشان ترجع كويس تاني. فالولد بيبقى قاعد بيبص لها وقلبه بيوجعه وعمال بيعيط كده، فبيطبطب عليها كده وبيقول لها نام يا ماما نامي وارتاحي، وبيرجع اوضته تاني كده وهو واقف بيجي ياخد نفسه بس بيلاقي ان نفسه كله متجمد كله طالع تلج. طبعا في اللحظه دي هو بيفهم ان حد من الاشباح دي موجود معاه في الاوضه دي دلوقتي، وعلى طول بسرعه بيجري يستخبى جوه الخيمه الصغيره اللي هو عاملها لنفسه جوه الاوضه بتاعته ومعتبرها بقى حصنه بقى. فبيقعد فيها هو بيرتعش بس فجاه بيلف وشه بيلاقي ان في بنت صغيره شبح قاعده معاه جوه نفس الخيمه دي وبتبص له، فهو بيتفزع وبيجري بره الاوضه من الرعب وهو هيموت بقى من الخوف وبيقف بره الاوضه بس يبدا يفكر في كلام الدكتور اللي هو قاله له في الكنيسه. فهو ساعتها
بيقرر يجمع كل شجاعته وبيمشي بقى خطوات ليرجع تاني للاوضه لحد ما بيوصل عند الخيمه وبيمد ايده وبيكشف الغطا بتاعها. بيلاقي ان البنت الشبح دي لسه عماله بتعيط، فهو بيقف قدامها وبيبص في عينها كده وبيقول لها في حاجه عايزه تقولها دي دلوقتي. تاني يوم الصبح بقى بياخد الدكتور وبيروحوا المكان هما الاثنين. هما ماشيين في الطريق، الولد بيبص الدكتور بيقول له على فكره هي جت لي من مكان بعيد جدا عشان تقول لي بس السر بتاعها. ويوصلوا المكان دوت بيطلع ان هو بيت وعزا وناس كتير جدا مجتمعين وموجودين هناك. فالولد بيبص وسط الزحمه دي وبيلاقي بنت صغيره واقفه، فيبص للدكتور بيقول له على فكره دي اختها. وهنا بقى بنفهم ان ده عزا البنت الصغيره اللي ظهرت للولد امبارح، وجايين هنا عشان يعرفوا هي كانت عايزه ايه بالظبط. فهو والدكتور بيطلعوا الدور التاني لحد ما بيوصلوا قدام باب اوضته. فهو الدكتور بيبص له بيقول له لازم تخش انت لوحدك وشوف هي عايزه ايه. فلولو بيخش كده وبيفتح الباب الاوضه وبيقفل الباب وراه، والاوضه بتبقى كئيبه كده وبارده قوي، ولولو واقف ومرعوب وجسمه كله بيرتعش ويبدا يمشي جوه الاوضه. وهو بيتمشى كده بيلاقي مره واحده ايد مسكت فيه من تحت السرير وبتمسك رجله، فهو بيقعد يصرخ كده بس بيبص بيلاقيها البنت الشبح. البنت ما بتبقاش عايزه تاذيه، بالعكس هي بتمدله ايديها وبيبقى معاها صندوق صغير وبتديهوله. ساعتها بقى هو بيستوعب هي عايزه ايه وبيخرج للدكتور عشان ينزلوا تحت في الصاله. فالولد الصغير بينزل الصاله وهو شايل الصندوق ويبدا يدور بعينه على حد معين من كل الناس اللي واقفين دول. بس انت هتلاقي في كل الناس اللي واقفين دول ناس بتهمس، ناس بتوشوش، ناس بتقول دي كانت تعبانه وماتت فجاه، واللي يقول ده مرات ابوها كانت بتحاول تعالجها وعملت كل اللي عندها لحد اخر لحظه، واللي يقول ده جابوا لها 6 دكاتره. لحد ما بيلاقي واحد فعلا باين على وشه الحزن، يعني هو اكتر واحد من الناس دي كلها حزين فعلا وقاعد لوحده. فالولد بيخش عليه وبيقول له لو سمحت يا عمو هو انت ابو كيرا؟ فالراجل ده بيبص له كده وعينه مليانه دموع وبيقول له اه. فالولد بيمديله ايده بالصندوق الصغير اللي معاه، بيقول له تمام الصندوق ده ليك عشان بنتك كانت عايزه تقول لك على حاجه مهمه قوي. واول ما بيديله الصندوق الولد بياخد الدكتور وبيسيبوا البيت وبيمشوا. فالاب بيبص للصندوق وبيفتحه بيلاقي جواه شريط فيديو، فبيروح على طول يشغله على التلفزيون في وسط الصاله. فالناس كلها في العزا بيبقوا مستغربين بس بيتفرجوا معاه. والشريط بيبدا وبنشوف ان البنت الصغيره دي بتلعب في اوضتها بعرايس خيوط ومبسوطه جدا وبتضحك. فجاه بتسمع صوت الباب بيفتح، فبتجري بسرعه تستخبى على السرير وتعمل نفسها تعبانه ونايمه. فبتدخل الست اللي هي مرات ابوها وشايله في ايديها صينيه الاكل، بتقول لها يلا يا حبيبتي الغدا جاهز اهوت. والست دي ما كانتش تعرف ان الكاميرا متثبته في الحيطه. فساعتها الست دي بتقوم فاتحه ازازه منظفات ارضيات اللي هو زي كلور او حاجه زيه، وبتقوم حاطه شويه في الاكل بتاع البنت اللي هو الشوربه بتاعتها، وبتفضل تقلب فيه وبتقول لها يلا خدي عشان تاكلي. طبعا ساعتها الاب بقى شاف كل ده واقف مذهول باللي هو بيشوفه، مش مصدق عينه ودماغه بتبدا تنزل. هو بيشوف ابشع جريمه قتل البنت قدام عينه. وبعدها الاب بيلف للست اللي هي مراته وبيقرب منها وهو بيصرخ فيها قدام كل الناس دي ويقول لها كل الفتره اللي فاتت دي انت اللي كنت بتسمميها ومخلياها نايمه في السرير تعبانه لحد ما موتيها. طبعا الست بتبقى واقفه مصدومه ومش قادره تتكلم وبص حواليها كده، بتلاقي ان كل عيون الناس حواليها نظرات كلها قرف واحتكار. بعدها بقى ساعتها الولد بيبقى خلاص حاسس ان هو خلاص ريح روح كيرا والبنت الصغيره وخلاها انها تمشي بسلام. وده كمان كشف الحقيقه ونقص اختها الصغيره اللي كانت اصلا مرات ابوها ناويه انها تعمل لها نفس الحوار ده. بعدها بقى بيجي ميعاد مسرحيه في المدرسه والولد بيكون في الكواليس بيستعد، بس بنشوف ان هو واقف بيتكلم مع شبح ست، بس بنشوف ان الست دي نص وشها محروق. بس هنا الولد ما بيبقاش مرعوب ولا عايز يهرب زي الاول، بالعكس هو واقف بقى عنده كله ثقه وبيسمعها وبيشوف هي عايزه ايه. حتى بيقول لها تمام يعني ده اللي انت عايزاه بالظبط. بس في اللحظه دي المدرس بتاعه بيفتح الباب وبيدخل وبيقول له يلا بقى عشان دورك جه، فيلا استعد عشان تطلع على المسرح. بس المدرس بيستغرب كده وبيبص حواليه بيقول له هو انت كنت بتتكلم مع مين هنا؟ فهو بيبص له كده وبيضحك بيقول له لا انا ما كنتش بتكلم مع حد، انا بس كنت بتدرب على الدور بتاعي. فهو بيطلع على المسرح وبيعمل الدور البطوله بتاع المسرحيه وبيقدم اداء بقى حلو بيعجب الناس، والناس بتفضل تسقف له بعد ما المسرحيه بتخلص. حتى اصحابه اللي معاه في المدرسه بيجروا عليه وبيشيلوه على كتافهم، هم بيفضلوا ينطقوا باسمه. وانا انت ممكن تفتكر اول الفيلم لما كان الولد بيكذب على امه وبيقول لها ان اصحابي في المدرسه بيحبوني وبيخلوني اخش معاهم الالعاب وبيشوني على كتفهم. فهو كان زمان بيكذب عشان يداري الوجع اللي جواه على امه، بس دلوقتي ده كانت حقيقه. لما تقبل نفسه وعرف المشكله اللي عنده دي بقت حقيقه فعلا ان هو بقى قادر يتعامل مع الناس عادي. بعدها المسرحيه بتخلص والدكتور بيقابله في الممر وبيقول له انا حاسس ان دلوقتي بقيت احسن بكتير. بيقول له انا مبسوط جدا وعندي فكره جت في دماغي عشان اعرف اخليك تتكلم مع مراتك وتخليها تحس بيك. فالدكتور بيقول له تمام ايه هي الفكره دي؟ فهو بيقول له استناها لحد ما تنام وروح اتكلم معاها وهي نايمه، هي مش تبقى عارفه انك بتكلمها بالظبط بس صدقني هي تكون سامعاك وحاسه بيك. فهنا الدكتور بيبتسم له كده وبيقول له تمام انا هجرب ده. فساعتها الولد بيرد عليه بيقول له وانا مش هقدر اشوفك بقى تاني. فالدكتور بيبص له كده وهو حزين وبيقول له ممكن نمثل ان احنا نتقابل بكره عشان بس ما تحسش الوجع بتاع الفراق اللي هيحصل ما بيننا. فالولد كده اكنه هيعيط خلاص. فالدكتور بيقول له خلاص هنتقابل بكره وبيسيبه ويمشي. بعدها بقى بيبقى هو الولد ده راكب بالعربيه مع مامته، بس الطريق بيبقى واقف وفي حادثه كبيره معطله الطريق كله. فالام بقى بتقعد تبص كده وبتقول يا خوفي يا رب بس ما يكونش حد اتاذى او حصل له حاجه من الحادثه دي.
فابنها بيبص ناحيه الحادثه وبيرد بهدوء، بيقول لها على فكره في واحده ماتت في الحادثه دي. فالام بتقول له كده ايه ده انت شفتها من بعيد قوي كده ازاي؟ فبيقول لها لا ده هي واقفه جنبي اصلا دلوقتي. فام بتزعق كده بتقول له ما تخوفنيش، انت بتخوفني بالطريقه بتاعتك دي. فلولا بيقول لها حتى هم كمان بيخوفوني. فالام بتقول له هم مين دول يا حبيبي اللي بيخوفوك؟ فهو بيقول لها بصي انا دلوقتي جه ميعاد ان انا اقول لك السر بتاعي. انا على فكره انا بشوف الناس الميتين بيظهروا لي كانهم اشباح، وبيقعدوا يحكوا لي على مشاكلهم، وفي منهم اللي بيأذوني. الخرابيش اللي انت كنت بتشوفها على جسمي دي هم اللي كانوا بيعملوها، لان انا ما كنتش فاهمهم في الاول هم عايزين ايه، لحد ما اكتشفت ان هم محتاجين مساعده، محتاجين حد يسمعهم. فالام بتقعد تبص له كده بصات غريبه، فبقول لها انا عارف انت اكيد بتبص لي دلوقتي ومفكره ان منك غريب الاطوار، مفكره ان منك مجنون صح؟ فبتقول له لا 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 انا ما قلتش كده، انا بحبك والله انا بحبك يا ابني. فهو بيبص له بيقول له وعلى فكره جدتي كمان بتسلم عليكي انا بشوفها. فهي بتبص له تقول له يا حبيبي جدتك ماتت من زمان. فبقول لا انا عارف انها ماتت من زمان، بس هي بتجيلي وهي اللي كانت بتاخد السلسله بتاعتك من الدرج، لانها بتقولي انها بتحب السلسله دي قوي. فالام بتبدا تنهار او تتعصب وتحاول تقول له خلاص ما تكملش اللي انت بتقوله دوت، الكلام ده ممنوع انك تقوله تاني. فهو بيعلي صوته وبيقول لها على فكره هي اللي قالت لي انها شافتك في الحفله وانت بترقصي، وهي عارفه انك اتخانقتم انت وهي قبل الحفله دي، وانت كنت مفكره انها مش هتيجي، بس هي يوم ما جت واستخبت ورا عشان تعرف تتفرج عليكي، وكانت مبسوطه بيكي جدا، حتى كانت بتقول انك كنت زي الملاك يومها. فهي الام بتلاحظ دي بتقدرش تمسك نفسها، بتبدا تعيط لان الكلام ده مستحيل ان اي حد في الدنيا يكون عارفه غيرها هي ومامتها اللي هي ميته. فالولد بيكمل كلامه وبيقول وهي بتقول كمان انك بتروحي تزوريها في قبرها، وفي سؤال انت كنت بتساليها كل يوم لما كنت بتروحي لها تزوريها، وهي بترد عليكي وبتقول لك كل يوم. فهو بيقول لها ماما هو انت كنت بتساليها ايه عشان تكون دي اجابتها؟ فهي امه بتحضنه كده وبتقول له انا كنت بسالها هو انت فخوره بيا يا ماما؟ ففي اللحظه دي بقى الام بتحضن ابنها وهي حاسه ان ابنها طبيعي، ابنها فعلا ما كانش كل ده مجنون او ان هو مش مريض، ابنها فعلا بيقول الحقيقه. فهي بتفضل تحضن فيه وحاسه ان خلاص ان كل الاوهام والحاجات اللي كانت في دماغها عن ابنها ديت راحت من دماغها، وحاسه اخيرا ان هم بقوا في عالم واحد، عالم بقى خلاص هيبداوا يتفاهموا مع بعض فيه ويتكلموا فعلا من ام لابنها وهي من غير ما تكون خايفه عليه. ساعتها بقى الدكتور بيروح لبيته وبيفتح الباب بتاع البيت وبيخش بيلاقي ان مراته نايمه على الكنبه والتلفزيون شغال على شريط الفيديو بتاع فرحهم القديم. فهو في اللحظه ديت بيقرر ان هو يسمع كلام الولد الصغير ونصيحته اللي هو قالها له، فيبدا يتكلم معاه وهي نايمه وبيقول لها انا زعلان جدا من اللي حصل ما بيننا انا اسف. فمراته وهي نايمه بتبدا اكنها بتهمس له او اكنها بتتكلم وهي نايمه بتقول له انت وحشتني قوي على فكره. فهو بيبص لها جاي وهو هيعيط بيقول لها وانت كمان وحشتيني. فهي بتكمل كلامها وهي نايمه وبتقول له ليه عملت كده يا مالكم؟ ليه سبتني لوحدي؟ فهو بيبص له لا انا ما سبتكيش، انا عمري ما سبتك. بس في اللحظه ديت وهو بيكلمها بيلاقي مرات ايده كده بتفتح وفي خاتم بيبقى جوه ايدها بيقع كده بيفضل يتدحرج على الارض، بس ما بيبص على الخاتم ده بيلاقي ان دي الدبله المفروض بتاعت جوازهم، دبلته هو. بيبص كده ايده الشمال ما بيلاقيش ان في دبله اصلا في صباعه. فهنا عقله بيقف كده وبيبدا ان هو يجمع كل الاحداث اللي حصلت من اول الفيلم، وبيفتكر كل الاحداث اللي مرت عليه، بيفتكر كلام الولد لما بيقول له انا بشوف الاموات، بس هم ما بيبقوش عارفين ان هم اموات، هم مش عايزين يصدقوا ده، هم بس عايزين يشوفوا اللي هم عايزين يشوفوه. وفي ثانيه واحده بيبدا يفتكر احداث ليه مراته لما كان بيخش البيت كان بيلاقيها بتعمل اكل على قد فرد واحد بس، وبيفتكر في المطعم لما راح لها المطعم الترابيزه كانت مجهزه لشخص واحد بس، ولما الجرسون قدم الشيك اللي سحبته وحاسبت هي وقامت ومشت من غير ما تبص له، بس قالت له بس عيد زواج سعيد، هي كانت ساعتها بتحتفل بعيد زواجهم. وهو بيفتكر طول الشهور اللي فاتت ديت عمرها ما بصت في عينه ولا وجهت له كلمه اصلا، ولا هم دخلوا مع بعض في محادثه حقيقيه ما بينهم. واخيرا بيفتكر الفلاش باك لما الولد القديم دخل له البيت وضربه برصاصه في بطنه. الدكتور ساعتها ما خفش في المستشفى، الدكتور ساعتها مات في اليوم دوت. الدكتور طول الوقت دوت كان ميت اصلا، بس روحه كانت تايهه عماله بتدور في المكان، روحه كانت في حاله انكار مش عايز يصدق الموت، وكان بيشوف بس اللي هو عايز يشوفه عشان يهرب من الحقيقه دي. ومراته ما كانتش بارده معاه ولا كانت بتهمله، مراته كانت عايشه في حاله اكتئاب بعد وفاته عشان ما كانتش مستوعبه الحقيقه دي. بعدها ما بيفكر في كل الاحداث دي وبيربط كل الاحداث دي مع بعضها، بيفوق من حاله الانكار اللي هو فيها وبيتقبل موته، وبيبص لمراته كده وهو بيعيط، بيقرب منها وبيقول لها دلوقتي انا فهمت كل حاجه وجي ميعاد ان امشي، بكره الصبح لما تصحي كل حاجه في حياتك هتبقى مختلفه وانا بحبك. فمراته بتبتسم وهي نايمه بتقول له تصبح على خير يا مالكم. فهو بيبص لها جو وبيقول لها انت من اهله، بيبقى مبسوط باللي هو بيشوفه دوت وبيسيبها وبيمشي، والفيلم بيخلص على كده. طبعا انت ممكن ساعتها بقى تيجي تقول لي ازاي اصلا يا معلم وانا شايف الدكتور طول الفيلم قاعد مع ناس وبيشوف ناس؟ اقول لك تمام دي حقيقه، بس هل انت طول الفيلم شفت ان هو بيتكلم مع اي حد غير الولد الصغير بس؟
يعني في مشاهد كتير كان قاعد مع ام الولد بس ما كانش بيتكلم معاها، كان مجرد بس قاعد في الخلفيه، هو كان بيتكلم مع الولد بس، وحتى الولد كان بيوجه له كلام هو بس. ولما كان في المستشفى ولما كان في المدرسه بتاعه الولد وما اتكلمش مع اي حد غير الولد بس. وحتى الولد عمره مثلا ما اتكلم مع امه قال لها الدكتور بتاعي اللي بيجي، عشان الولد كان عارف ان هو ميت. الولد كان عارف كل ده، وطول الفيلم كان الولد بيقول له انت الوحيد اللي تقدر تساعدني وانت الوحيد اللي فاهمني. ولما الولد خلاص حس ان هو مهمة الدكتور خلصت معاه قال له انا كده ما عادش عارف اشوفك تاني، انا عارف ان هو خلاص الدكتور يعتبر عمل رسالته ان روحه خلاص ما عادش هتبقى تايهه او ما عادش هتبقى في حاله انكار، هي هتخرج تاني وهترجع تاني لمكانها. لان كانت كل مهمته إنه كان عايز بس يعوض اللي هو عمله في الولد القديم دوت اللي ما كانش قادر يفهمه، فكان ده اللي بيخلي روحه تايهه. ولما قدر ان هو يعمل ده خلاص روحه بقت في حاله سلام. فبس ده كل اللي كان عندي في الفيلم. عايز اعرف ايه رايكم في البلوت تويست وامتى توقعتوا البلوت تويست بالظبط. وبس كده، سلام.